يا ويلي ويلاه على اللي صار لي يا جماعة الخير، والله إني في مصيبة ما يعلم بها إلا رب العالمين. السالفة وما فيها إني رحت أزور صديقتي الروح بالروح مريم، وهي سودانية وطيبة قلب، وزوجها الأستاذ عاشور يشتغل معانا في سلك التعليم هني بالسعودية، وأنا اسمي حنين ومطلقة وعايشة لحالي. المهم قررت في يوم من الأيام أمر عليهم وأسلم، ما دريت إن هذه الزيارة بتقلب حياتي فوق تحت وبتدخلني في متاهات ما لها أول من تالي. دخلت بيتهم وكانت مريم يا بعد عمري فرحانة فيني ومو شايلتها الأرض، وقالت لي لازم تتغدين عندنا اليوم، وأنا بحكم الميانة والعشرة وافقت، وما كنت أدري إن الشيطان شاطر وإن عاشور عينه زايغة وما يملى عين إلا التراب. المصيبة بدت يوم مريم دخلت المطبخ تجهز الغداء وتتركنا لحالنا في المجلس، وهني بانت النوايا وتكشفت الأقنعة بشكل ما توقعته أبدا. مريم الله يسعدها راحت تحوس في المطبخ وتصلح لنا ذيك الأكلات السنعة، وتركتني مع زوجها عاشور في الصالة. أنا كنت جالسة باحترامي وحشمتي، بس لاحظت نظرات عاشور غريبة ومو مريحة أبدا، كان يطالع فيني بنظرات تفحص دقيقة خلتني أرتبك وأتصبب عرق. وفجأة كسر الصمت وقال لي جملة جمدت الدم في عروقي، قال: يا حنين ما شاء الله تبارك الرحمن، وش هالزين وش هالخير اللي شايلته معاك؟ أنا انصدمت وقلت له: وش تقصد يا أستاذ عاشور؟ رد علي بوقاحة وقال: أقصد إنك مثل الأرض الخصبة اللي مليانة خيرات، وأنا فلاح محروم. مريم زوجتي طيبة بس أرضها جافة ما فيها هذا الثمر اليانع اللي عندك. أنا هني دارت بي الدنيا وما عرفت أرد، كيف يتجرأ يقارن بيني وبين زوجته صديقتي وعشرة عمري بهذا الشكل الرخيص؟ حاولت أغير الموضوع وأسوي نفسي ما فهمت تلميحات البذيئة، وقلت له: استغفر الله يا أستاذ عاشور، مريم فيها الخير والبركة وهي قايمة بواجبها وزيادة. لكن هو ما سكت واستمر في كلام المعسول المسموم، وقال لي: أنت ما تفهمين يا حنين، الرجل يحتاج شوفة تسر الخاطر، يحتاج فاكهة صيفية تبرد على قلبه، وأنت ما شاء الله عليك كلك حياة ونظارة، بصراحة شكلك وتمسك يخلون الواحد يضيع علومه. كان يتكلم عن الفاكهة وهو يأشر ويلمح على جسمي بطريقة خلتني أتمنى الأرض تنشق وتبلعني. المشكلة إن الشيطان كان يلعب براسي في ذيك اللحظة، وبديت أحس بشعور غريب، شعور بالرضا عن النفس إن في أحد لسه يشوفني جذابة ومرغوبة، خصوصا بعد طلاقي ووحدتي اللي ذبحتني. وهذا كان المدخل اللي دخل منه إبليس. جلست أفكر في كلامه وأنا قلبي يدق مثل الطبول، صراع داخلي رهيب بين الصح والغلط، بين الأمانة والخيانة. هو استغل صمتي وارتباكي وقرب مني أكثر وقال لي: تدرين يا حنين، المشكلة إن الواحد يكون عنده جوهرة ببيته بس ما يعرف قيمتها، أو يكون عنده أرض بس ما تطلع إلا شوك، وأنا شايف قدامي بستان مليان فواكه ما حد قطفها. كلامه كان كله ألغاز وتشبيهات عن البطيخ والخير الوفير اللي يشوفه فيني، وكأنه يوصل لي رسالة إن مريم ما تملى عينه من هذه الناحية. وأنا للأسف وبكل ضعف بشري بديت ألين الكلامة، حسيت إن أنوثتي اللي اندفنت بعد الطلاق بدت تتحرك، وما كنت عارفة إن هذه بداية الانزلاق في الهاوية اللي ما منها رجعة. شوي وجت مريم شايلة صينية الغداء وهي تبتسم وتقول: يا هلا والله بحنين، نورتي البيت. وأنا وجهي كان ألوان من الخجل والخوف لا تحس بشيء. جلسنا ناكل، وعاشور كان يوزع نظراته بيني وبين صحنه، وكان كل شوي يرمي كلمة بها معنيين، يقول المريم: تسلم يدك يوم العيال، بس الأكل ينقص شوية حلا، والحلا كله جالس قدامنا. مريم المسكينة كانت تحسب يجاملني كضيفة وتضحك بعفوية وتقول: حنين تستاهل كل خير. ما درت إن زوجها قاعد يخطط ويرسم على شيء ثاني تماما، وأنا كنت أغص باللقمة من كأنيب الضمير، بس في نفس الوقت كان في صوت واطي داخلي يقول لي: عيشي حياتك، أنت وحيدة ومحتاجة اهتمام. وهذا الصوت هو اللي دمرني. خلصنا غدا وجلسنا نشرب الشاهي، وأنا كنت على أعصابي أبي أطلع من البيت بأسرع وقت قبل لا تصير مصيبة. قلت لمريم: يلا يا حبيبتي كثر الله خيركم، لازم أمشي تأخرت. مريم حلفت علي أجلس، بس أنا أصريت، وهني تدخل عاشور وقال: أبدا ما تطلعين لحالك في هالوقت، أنا بوصلك بطريقي، أصلا عندي مشوار قريب من حيكم. مريم قالت: إيه والله يا أبو فهد. عاشور: وصلها، حنين غالية علينا وما نرضى تتبهدل في المواصلات،
المواصلات. يا غفلتك يا مريم، ويا طيبة قلبك اللي ودتك في داهية. وافقت أركب معاه، وكنت أقول لنفسي إنها مجرد توصيلة وبس، وما دريت إن السيارة بتكون المكان اللي بتنكسر فيه كل الحواجز. ركبت السيارة وأنا قلبي يرجف، وأول ما حركنا التفت علي وقال: يا زين هالصدفة اللي خلتني أوصلك. تدرين يا حنين، أنا طول الغدا وأنا ماسك نفسي بالقوة. قفت له وأنا أتصنع الجدية: يا أستاذ عاشور، عيب هالكلام، أنت زوج صديقتي وأنا بحسبة أختك. ضحك ضحكة ساخرة وقال: أختي مين يا شيخة، أنت فتنة تمشي على الأرض. بصراحة أنا تعبت من الروتين والملل، أبي شيء جديد، أبي أذوق طعم الحياة من جديد. ومريم الله يهديها مشغولة عني، وأنا رجال ولي احتياجاتي، وانتي شكلك فاهمة وعارفة وش يبي الرجل. كلامه كان صريح وجريء، وبدأ يتكلم عن تفاصيل في حياته الخاصة ما المفروض تطلع لأحد، وكان يلمح إن الخير اللي عندي هو اللي ناقصه. حاولت أسكته، بس هو كان مثل السيل الجارف، يتكلم عن إعجابه وعن رغبته في التغيير، وقال لي: أنا رجال كفو وعندي طاقة مكبوتة، وحس إنك انتي الوحيدة اللي تقدرين تستوعبين هالطاقة وتخمدين نيرانها. كان يستخدم مصطلحات مجازية عن القوة والاندفاع، وكأنه يبي يثبت لي رجولته وقدرته. وأنا بصراحة كأنثى وحيدة كلامه دغدغ مشاعري، بديت أحس إني مرغوبة وإن في رجال يبي يضحي عشاني. الشيطان زين لي المعصية وخلاني أشوف الخيانة كأنها مغامرة أو تعويض عن الحرمان اللي عايشته. وصلنا عند باب عمارتي وتمنيت اللحظة تنتهي، بس هو كان له رأي ثاني. وقفت السيارة عند باب العمارة وجيت بنزل، قال لي بصوت حنون وكله ترجي: حنين تكفين، ريقي ناشف وأنا تعبان من السواقة، ما فيه كاسة موية تروي عطشي. أنا ترددت اللحظة، عقلي يقول لا، وقلبي وعاطفتي يقولون حرام نرد الضيف. قلت له: أبشر، انزل اشرب موية وروح. ما كنت أحسب إن شربة الموية هذه بتكون مفتاح الشر. نزل معاي وطلعنا الشقة، وأنا أقول لنفسي دقايق ويمشي، ما راح يصير شيء. فتحت الباب ودخلت المجلس ورحت أجيب للموية وأنا أرجف من ساسي لراسي، خايفة من الجيران، خايفة من الله، وخايفة من نفسي الأمارة بالسوء. جبت الموية ورجعت، لقيته واقف يتأمل في صالة شقتي. أول ما شافني قال: يا سبحان الخالق، حتى بيتك فيه ريحة مميزة، ريحة أنثى حقيقية. قربت منه وعطيت الكاس ومسكت يده بالغلط، أو هو تعمد يلمس يدي، وساعتها حسينا بكهرباء. طاح الكاس من يدي وانكب على الأرض، وهو استغل الفرصة وقرب أكثر وقال: فداك الكون كله، لا تهتمين. وبدأ يقول لي كلام شعر وغزل ما سمعته من سنين. قال لي: أنا عطشان يا حنين، ومو الموية اللي ترويني، أنا عطشان لحنانك واحتوائك، أنت النبع اللي أدور عليه من سنين. في ذيك اللحظة ضعفت، انهارت كل حصوني الدفاعية، نسيت مريم وصداقتي معها، نسيت المبادئ والقيم، وسلمت نفسي للكلام المعسون. عاشور كان خبير، يعرف كيف يلعب على الوتر الحساس. قال لي: أنا عندي فيض من المشاعر والقوة، أبي أغرقك فيه، أبي أكون لك السند والظهر اللي تفتقدينه. كان يوصف رجولته بأنها مثل الطوفان اللي بيجي ويغطي كل جفاف حياتي، وأنا كنت مثل الأرض العطشانة اللي تبي أي قطرة مطر. استسلمت له وسمحت له يدخل حياتي من أوسع أبوابها، وقضينا وقت ما حسينا فيه بالوقت، وكان الشيطان ثالثنا يزين لنا كل خطوة نخطوها في طريق الحرام. بعد ما هديت العاصفة وبدينا نستوعب اللي صار، جلس جنبي وقال وهو يلهث: يا الله، عمري ما حسيت بهذا الشعور، انتي غير يا حنين، انتي بحر ما له قاع. وأنا كنت في عالم ثاني ممزوج بين اللذة والندم. قلت له: وش سوينا يا عاشور؟ خلنا مريم، خلنا العيش والملح. رد علي بكل برود: أي خيانة، إحنا ما سوينا شيء غلط، إحنا لبينا نداء الطبيعة. أنا كنت محتاج وإنتي كنتي محتاجة، ومريم ما رح تدري، اللي ما يعرف ما يتألم. كلامه كان مخدر، يحاول يقنعني إن اللي سويناه حق مشروع، وأن الفاكهة المحرمة دائما ألذ. وأنا كنت أسمع وأنا مغيبة تماما. قبل لا يطلع وقف عند الباب وقال لي: أنا ما راح أقدر أستغني عنك بعد اليوم، أنتي صرتي الإدمان حقي، ذقت عندك طعم ما ذقته في حياتي.
وكان يلمح مرة ثانية بمصطلحاته عن الارتواء والشبع اللي حصله معاي، وقال إنه لقى عندي الكنز اللي كان يدور عليه، وإنه مستعد يسوي أي شيء عشان تستمر هالعلاقة. أعطيته رقمي الخاص واتفقنا نتواصل، وخرج من عندي وهو يبتسم ابتسامة النصر، وأنا قفلت الباب وراي وارتميت على الكنب أبكي بحرقة، أبكي على نفسي وعلى صديقتي اللي طعنتها في ظهرها. المصيبة يا جماعة الخير إن الموضوع ما وقف عند هالمرة، صار عاشور يجيني بشكل مستمر، كل ما لقى فرصة يهرب من مريم أو يتحجج بأي عذر يجيني طاير، وفي كل مرة كان يكرر نفس الأسطوانة، يتغزل في الخير اللي عندي ويشتكي من جفاف حياته مع مريم. وأنا صرت أنتظره، صرت أتجهز له، صرت أحس إنه هو الرجل الوحيد في حياتي، ونسيت إنه زوج صديقتي، ونسيت إنه ملك لامرأة ثانية. صارت العلاقة بيننا مثل المخدرات، ندري إنها دمار بس ما نقدر نبطلها. هو يجي ياخذ حاجته من العواطف والمشاعر ويمشي، وأنا أبكى وحيدة مع ذنبي. مريم المسكينة كانت تتصل علي وتسأل عني وتعزمني، وأنا أتهرب منها، ما أقدر أحط عيني بعينها، أحس إني سارقة سعادتها واستقرارها، وهي على نياتها تحسبني مشغولة أو تعبانة. ما تدري إن زوجها أبو فهد يقضي أوقاته عندي، ينهل من النبع اللي حرمها منه ويعطيني من كرمه وعواطفه اللي المفروض تكون لها. عشت في دوامة من الكذب والخداع، وكل ما جاء عاشور كان يجيب معها الهدايا والكلام الحلو ويحسسني إني ملكة زماني، وإني أنا الأصل وهي الظل، وكنت أصدقه لأني كنت محتاجة أصدق. والآن أنا هنا أكتب لكم قصتي وأنا كلي ندم وحسرة. خسرت صديقتي وخسرت نفسي، وصرت عشيقة في الظل لرجل متزوج. عاشور مستمتع بوضعه، عندها الزوجة اللي تربي العيال وتنظف البيت، وعندها العشيقة اللي تعطيها الحلا والوناسة، وأنا اللي دافع الثمن. ضميري يجلدني كل ليلة، وخوفي من الفضيحة ذابحني. عرفت متأخر إن الفاكهة المحرمة مهما كانت حلوة في البداية نهايتها علقم ومرارة. نصيحتي لكل وحدة، لا تغرك الكلمات المعسولة، ولا تبيعين ضميرك ومبادئك للحظة ضعف، لأن الندم ما ينفع بعد ما يطيح الفاس بالراس. والله يستر علينا وعليكم.